نشوفوا لهم اجواء طيبه جدا، لعبه معناتها الحقيقه فرجويه بامتياز على مستوى ايضا الاجواء اللي موجوده. تبدو صعبه في بعض الحالات ولكن فيها برشا متعه، انه بطول بقليل من الوقت وبقليل من التركيز تنجم تعرف اللعبه ذي، تنجم تلعبها وتنجم ايضا تعطيك مجال اكثر انك تكون حتى من الناحيه الفنيه تكون حاضر على مستوى اللعب، وخاصه انه نقولوا اللعبه ذي توجد في اول تواجدها في اكثر الفرق الاوروبيه كما تشيلسي كما ريال مدريد كما برشلونه، ايضا على مستوى انه التدريبات نتاعهم اليوم نشوفوها في تونس لاول مره في غار الملح مع قدماء اللاعبين المنتخب الوطني. نشوفوا اجواء طيبه جدا، نشوفوا نوعا ما البدايه صعبه ولكن بقليل من الوقت الناس تعودت، ثم جو ثم امبيونس. ان شاء الله بالتوفيق اللعبه ذي، وان شاء الله لما لا، وان شاء الله تكون عندها دعم على المستوى الوطني، واحنا ديما نبحثوا على المستوى ايضا شنو اللي يكلفنا اكثر باقل امكانيات من اجل معناتها تعميم الرياضه ونشر الرياضه، على اعتبار انه الرياضه هي خير وسيله لتاطير الشباب ولتجنيبه من خطر التطرف. وهذه لعبه ما تكلفش برشا فلوس ولكن عندها برشا معاني على مستوى الاجواء. هي عباره على كره تنس معناتها في قالب كره قدم على مستوى طاوله التنس، ولكن بتنقيحات معناتها نوعيه تسمح من انه الكره يصير فيها 3 لمسات ومعناتها بحد اقصى، وامكانيه انه الكره تضرب في الارضيه نتاع المنافس وراء الخط وبالتالي تسجيل النقاط. ونشوفوا ثم فيها برشا تنافس وفيها برشا اجواء. نامل انه ان شاء الله تلقى حظها وبالتوفيق ان شاء الله لرياضه تيك بول في تونس اللي اول موجوده في غير ملح.